السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده من يوميات منى كوكي. يا رب كل كده اللي يعجبه الفيديو ما ينساش يشترك في القناه عشان عيلتنا تزيد بيكم ان شاء الله. فيديو النهارده بدايه كده من بدايه النهار، انا صحيت رتبت السراير، عندي مشوار كده هيبقى معايا في نص النهار، فمش عايزه اهلك نفسي عشان اقدر اروح واجي كده ايه بالسلامه. اول حاجه كان عندي كده كام حاجه في المطبخ. جبت الاستيكر ده حلو قوي يا جماعه، حلو قوي قوي قوي. موجود في عند مستلزمات الادوات المنزليه ب10 جنيه. في كمان اشكال والوان وخلفيات وحاجات كده كتير. مكتوب فيه بقى ايه السكر، الشاي، النسكافيه، البن، الكركديه، الزعتر، الشطه، كمون، كزبره، لورا، كمان الحبهان البودر، جوز الطيب، حاجات كتير قوي 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 قوي. انا بقى بدات كده، كنت عامله كده ورق ستيكر وكاتبه عليه. بصراحه ما كانش شكله عاجبني وكان مبوخ كده المكان، بس كنت حاطاه ايه يسهل لي الموضوع مش اكتر. كمان يبقى الطريق سهل، لان انت ساعات كده بيبقى بيجيلك حد عايز يعمل شاي او كوبايه نسكافيه، فهيفضل بقى يقولك فين الشاي، فين السكر، فين القهوه. خصوصا كمان لا قدر الله لو عندكم حد قاعد معاكم بصفه مؤقته، فهو محتاج اللي هو يرعاكم، او مثلا حد حامل ولسه ربنا مقومه والسلامه، فمامتك ولا اختك ولا اي كان قاعد معاكي في البيت، فبالتالي بيبقى عايز يدخل يعمل لك اكله، يعمل لك حاجه تشربيها، مش عارفه ايه. ده بيسهل عليه. دي فكره حلوه قوي قوي يا جماعه ان انتوا تعملوا بيها للي يجيلكوا في البيت. مش بيحتاج ان هو يسال، لا كده بقى ايه، الحاجه موجوده والاسامي عليها، وبيبقى الموضوع سهل جدا. خلاص، بصوا انا بشيل اهو. بصوا كمان شكله جميل جميل جميل. بن بقى ونسكافيه، كل حاجه مكتوبه فيها، ما بتحتاجيش ان انت تجيبي ورقه وتجيبي قلم ماركر. في ناس ممكن تشتري القلم ده خصوصا عشانها. طب ما القلم نفسه غالي في المكتبات، مش عارفه بكام بالظبط بس غالي. طب وعلى ايه؟ طب ما تجيبي ده فيه كل حاجه، فيه الاسم والورد والشكل الجميل. كان زمان الناس بتعمل الحاجات دي بتروح السايبر تطبعها، وبعد ما تنزل الصوره اللي هي عايزاها ومش عارفه تحط فيها الرسومات والكلام، بيتكلف جامد قوي. فدي حاجه حلوه من ضمن الحاجات اللي انا لقيتها بصراحه عجبتني جدا. حبيت ان انا اوريكم الفكره معاكم برضو. انا هعمل كده معاكم، حتى الرز ودي ما نسهوش والملح، فده كله موجود. عايزه اقول لكم انا عملت كده الفكره دي معاكم، لعل وعسى يكون حد مثلا عجباه الفكره. سعرها انا جايباه بالنسبه لاسكندريه، هنا جايباه في شارع الادوات المنزليه اللي في المنشيه، في دخله محطه الرمل اللي عند سنترال المنشيه. لو رحتوا هناك هتعرفوا. الشارع ده كله كده زي زقاق كده، واخد طول كله لحد الجنج المجهول او لحد البحر. الزقاق ده من جوه لحد البحر مليان ادوات منزليه. المحلات كلها اللي ما تلاقوش في المحل ده تلاقيه في المحل اللي جنبه، حتى هما بيقولوا لكم موجود هنا او موجود في المحل اللي بعد ده. هما بيكملوا بعض. بس فعندهم الحاجات دي حاجات كده صغيره، بس بصراحه حلوه. وحلوه لو العروسه مثلا بتجيب حاجتها كفكره. دي انت ممكن تجيبيها على فكره وانت بتجيبي الشوار بتاعك او بتجيبي الرفايع بتاعتك، ممكن تنفعك قوي. ونصيحه لكل عروسه بتتشور ولا كل عروسه ان شاء الله داخله على المرحله ديت، ما تكتريش من الرفايع، جيبي الحاجات المهمه فقط. المهم فيه الاهم منه، ما تكتريش عشان ما يصبحش كراكيب. انت بتبقي متخيله الكميه اللي انت جبتيها دي كميه شويه او قليله او مش عارفه ايه، بس بعد كده بتبقى كتيره جدا 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 جدا، عشان ما تتحولش معاكي الكراكيب ما تعرفيش تحطيها فين، وتبقى مكانها تحت السرير وفوق الدولاب وفي صناديق وحاجات كده. انت عليكي بايه؟ هتتعبي لما تيجي تنظمي ترتبي شقتك، هتتعبي. فانت عندك الرفايع دي هاتي منها المهم، والحاجات اللي هي ايه، اللي هي المتينه الكويسه. جيبي فتحه التونه مهمه، عصاره الليمون، هرسه الثوم، الحاجات دي مهمه جدا. قطعه البيتزا، الاستيكرات دي ب5 ولا ب10 جنيه، مش حاجه، دي هتشال من ضمن الرفايع. حاجات كتيره قوي 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 حلوه، وفي نفس الوقت مش كراكيب ومهمه، ومن ضمن تتحسب من ضمن الرفايع. بس على فكره الرفايع دي يا حبايبي عايزه اقول لكم بتاخد معاكم مبلغ وقدره. هي اسمها رفايع بس كمسمى، في التكلفه بتاعتها ما اسمهاش خالص رفايع. هي حاجات يعني تحط لها رقم بتعدي،
30 في 40 في 100 في 50 في 60 في 10 في 5، هتلاقي المبلغ ده كله كون معاكي في الاخر حاجه حلوه. هاتي صندوق صغير خصصيه للرفايع. الصندوق ذات خلاص خلصتيه وكله اتملأ، ما تجيبيش حاجه تاني. الصندوق ده كافي ان هو ياخد معاكي درجين او درج كبير، ما تكترش عن كده. بس ان انت بتحتاجي منه اكتر من طقم هو التوابل. توابل دي عندك طقم بورسلين للتوابل المشروبات، سكر، شاي، قهوه، بن، كركديه، حاجات كده. وطقم توابل تاني للتوابل بقى الايه، الحاجات التانية، قرفة، جنزبيل، ورق غار مثلا لو هتجيبي، توم باودر، بصل باودر، كاري، كركم، توابل فراخ، لحمة، سمك، حاجات دي بقى ايه، تجيبي لها التوابل التانية. فانت اللي انت هتجيبي منه اكتر من طقم هو ده، بجانب طبعا الادوات التانية. انا بدي نصيحة للعرايس وبدي نصيحة ستات البيوت اللي بتجدد. الحاجات دي بصراحة حلوة قوي قوي قوي. كستيكر ده فكرته عجبتني، قلت لازم انفذه معاكم. تعالوا بقى النهاردة، الجو نار نار نار، ربنا يرحمنا. الجو في اسكندرية فعلا انا حاسة ان هو مكتوم جدا بقاله كذا يوم. هنعمل مع بعض حاجة ترطب كده على قلبنا. هنعمل عصير خروب. وانا بدعبس كده في درج التلاجة لقيته، قلت له انت هتقعد؟ لا ده تعالى والله ما هسيبك. جبت شويه سكر، انا بعمله بالبركه، بس بصراحه بحب عصير الخروب ما يبقاش مسكر قوي 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 جازع، بحبه وسط. حطيت السكر، وحطيت كمان بعد ما كرملته كده سكر فقط لا غير على درجه حراره متوسطه فوق البوتاجاز. حطيته في الحله وبدات كرملته لحد ما وصل الدرجه دي. بعمله في بدايه اليوم معاكم. الحاجات دي احنا فطرنا ودخلت على المطبخ، عملت الحاجتين دول، قلت ايه عشان اسيبهم وانزل اروح مشواري. كان عندي كده زياره لحد كده محتاجه ان انا ازوره. وفي الفيديو ان شاء الله مفاجاه هتعجبكم. هاخدكم واخرجكم وهديكم مكان كده يرد عليكم الروح وينعشكم. اتفرجي معايا لاخر الفيديو ان شاء الله يعجبك. وانا اتمنى ان كل اللي بيتفرج عليا يشترك في القناه، والقناه تزيد وتكبر، ويعملوا كده مشاركه لاصحابكم وحبايبكم واهلكم. بجد ان شاء الله انا ثقتي في ربنا كبيره جدا جدا جدا. ان شاء الله انا بسجل معاكم، والاذان المغرب بيقدم في مصر والقاهره، محافظه القاهره. وانا متاكده ان ربنا سامع كلامي، وان شاء الله خير ليا وليكم، ويجعل يا رب كده شويه كتيره في ايدينا، وييسر لنا امورنا جميعا، ويبارك لنا. اهم حاجه البركه والرضا يا جماعه، والله لا بيتقاسوا بكنوز ولا باي حاجه. والصحه، ربنا يمتع كل واحد فيكم بصحته ويرزقه الرزق الوفير. ويا رب كده يجعل بيوتنا كلها عمرنا بالخير، بيوتنا وبيوتكم وجميع بيوت المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. بعد كده عطيت التقليبه الخروم مع السكر متكرمل، وعطيته كده تقريبا. بصوا بقى انا في المرحله دي بعشق الريحه بتاعته، كاننا في رمضان، كاننا في نهار رمضان كده. حد كده بيعمل شويه عصير حلوين للخروب للفطار، تحفه 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 والله العظيم. الريحه فعلا فكرتني باحلى ايام السنه، اللي هو شهر رمضان الكريم. فعلا شهر مش بيتعوض، رغم ان هو بيبقى كل واحد شايل هم الصيام وتعبه، بس صدقوني مش بيتعوض. رحنا بقى عدينا المشوار وعملنا الواجب، وطلعنا بعد كده على محطة الرمل. عايزة اقول لكم انا كنت يعني لولا ان انا كنت تعبانة ما كنتش خرجت. بمعنى انا خلصنا المشوار، فانا كنت خلاص هركب عشان اروح. فانا في الفترة دي انا تعبت، فكنت محتاجة ان انا اشم هوا. يعني انا عندي مشكله في نفسي بيتقطع وكده، فانا اضطريت ان انا اقعد بقى واشم الهوا ده. وقلت اصور لحبايبي الجزء ده واللقطه دي، عشان هما كمان كل اللي بيتفرج علينا كانه هو كمان كان خارج معانا. بصوا الناس كلها على البحر. بصوا انا عايزه اوريكم شكل البحر هناك اهو، مفيش مكان حد يقعد. بجد الجو في الشارع حلو قوي، يعني في البيت بيبقى مكتوم، بس الشوارع فيها شويه هوا كده ترد الروح. جبنا بقى عصير قصب كده وعملناها فسحه. بصراحه يعني يا جماعه والله العظيم القعده في البيت دي حلوه وتمام وبتريح، مش عارفه ايه، بس فعلا الواحد محتاج ان هو يغير جو. حتى لو هينزل عند البقال، حتى لو هيروح اي مكان قريب كده، محتاجين. بصوا الزحمه
بصوا الدنيا عامله ازاي. عايزه اقول لكم يعني بجد بجد يعني الناس اللي بتخرج دي وبتتفسح فعلا عايشه حياتها. القعده في البيت ما بتحسيش انت بالجمال ولا الراحه ولا الجمال ده بصراحه. بصوا بقى انا هنا كنا واقفين، عايزه اقول لكم كل الناس هناك فرحانه ومبسوطه بتتصور. بس ادي فيديو النهارده يكون خلص. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم واستمتعتم بيه، واتمنى ان هو فيديوهاتي كلها تكون بتنول اعجابكم. واشوفكم في فيديو جديد حبايبي على خير باذن الله، في حفظ الله وامنه. ما تنسوش تعملوا لايك وتعليق حلو منكم، بستناه كل مره عشان تدوني دعم وكده وثقه بيكم. يا رب بتشجع. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير في حفظ الله وامنه. ما تنسوش تدعموا يوميات مونو نكوكي عشان تكبر بيكم ان شاء الله باذن الله تعالى. مع السلامه.